شي غير كله بفضلك. شايف شلون؟ غير مشيت ورا واحد ثقة، مو قصة يضحك علي لو هاي، وما هم الفلوس ولا هم الشهرة، وأعرف يعني ايش قد استاهلت وياه وش قد، وأنت يعني نص كلامك اللي خلاني أوصل لهاي المرحلة. والله لقيت أنا ما أنسى الفلوس اللي طيناها والملايين اللي ذبيت على ظهره وعلى علاج وعلى السفر وغيره، يعني هاي كلها ما أنساه. ما كان خلال هسه شهرين يعني شو أقول لك، وصلت نقول مثل ما يقولون وزن مثالي. والله صدق يقولون وزن مثالي، أقول لهم لا الحمد لله ما ناسيتك وأدعي لك دائما. والله العظيم لا شفنا أنا ما متواصلة وياك، بس أنا دائما أدعي لك وأطب على شيء والله وأفرح. أبغى أروح بالمرايا أفرح، ألبس ملابس قديمة والله أفرح، وهذا كله بفضلك وبفضل رب العالمين، ولا يوم أنسى فضلك. كان هسه وكان خلصت الاشتراك وكان قبل حتى الجهال ما يصير عندك، حتى أطفال ما يصير عندك. هسه قبل أسبوع تقريبا رحنا أنا وزوجي للدكتور، قال لا صايرة نتيجة حلوة، والشحوم اللي على المبيض مال الإنجاب مايع، يعني ماكو ضر شحوم على المبيض وعلى الإنجاب. قالوا بأي وقت تردون طفل عادي يصير، لأن أنا قبل كان وزني 90 وصارت عندي 2 بنات وقطعت، يعني بنتي الصغيرة عمرها صار 11 سنة، يلا نبقوه أوبر وعلاجات وجو جلد الأوبر، يلا شوف ايش صار عندي قصرت هذا الويل. فلوس بفضل وهسه الله. هم رجعت حالتي مثل ما جبت هسه رجعت بكل بنتي، شبابي. هم رجعت الحالة عندي ومو رجعت هسه وياك وضعفت مع الشحوم اللي على الموبايل. أمس قبل أسبوع فترة أخذت تحاليل وأخذت إشعة عن مبيضها، قال لا كل جيد إذا تردون جهاز. بس أنا قلت لزوجي لا خلنا ننتظر، والله العظيم وأدعي لك بالقرآن هاي صلاة الفجر كل ما أصلي أدعي لك به، أقول هو يشجعني، مو مهم الفلوس. يقول هاي لا كلامك يختلف عن الكل، والله يعني الصراحة مو تاخذها غير نظرة عليه، كلامك يعني شقي لك هو شجعني، هو ريحني، هو اللي خلاني مرات أقول لا مو هسه أقعد خليها أقعد بالسبعة، أقول لا خليها بالتسعة، أقول لا أتذكر كلامك وأتذكر المشتركين وأتذكر الصور شلون كنت وشلون صرت. والله العظيم هذا ولا ناسيته، أقول هو شجعني. أنا يا ما رحت للأطباء يقولوا لا ما تضعفون أنت ولا يوم تضعفون، رحت مررت أسوي أدخل جيم همي شافوني قالوا جسمك عنيد ما يخاف، تحاولين تظلين شهر شوفي روحك انسحب. اخذ زوجي يجيب على التليفون